فتة مصري بس ايه بمزاج. شوف 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 شوية فتة بمزاج. واول حاجة هحط حلة على النار، وبعد كده هنزل بشوية زيت، ومعايا نص كيلو لحمة، وبعد كده هنزل ببهارات صحيحة، وبعد كده هنزل ببصلاية كبيرة، وبعد ما اللحمة خدت لون زي ما انتم شايفين كده هنزل عليها بقى بمية، وهغطي على اللحمة واخليها على نار متوسطة واسيبها لحد ما تستوي. وتعالوا نعمل الرز لحد ما اللحمة تستوي. هنزل بشوية زيت، ومعايا رز غسله كويس وهقلبه شويه. الكاميرا فصلت بس انا حطيت ميه سخنه على الرز ومكعبين من الزبده وهديت عليها النار وسبت الرز لحد ما يستوي. ودلوقتي هحمص العيش زي ما انتم شايفين. العيش البلدي بتاعنا قطعته كده، ومعايا زبده مسيحه، ومعايا نص معلقه كمون، ونص معلقه روزماري، ونص معلقه من الزعتر، وهقلب كل ده مع بعض. وفي الاخر هنزل بملح وهدخله الفرن يتحمص. وكده بعد ما الرز استوى تعالوا بينا نعمل الصلصه. حطيت الطاسه على النار، بعد كده هحط شويه زيت، بعد كده هنزل بثوم مفروم، وبعد كده هنزل بشويه خل، بعد كده هنزل بطماطم معصوره. هزود الطماطم ديت شويه من المرقه بتاعت اللحم. بعد كده هنزل بتوابل مشكله، وهتلاقوني كاتب كل التوابل دي تحت. بعد كده هنزل بنص معلقه من السكر، ونص معلقه من الملح. وكده يبقى انا خلصت الصلصه. هحط معلقه ملح على اللحمه، وكده برضو يبقى اللحمه استوت. زي ما انتم شايفين كده العيش بعد ما اتحمص. الطبق ده فيه شويه صلصه على شويه شوربه. وهحط الرز بقى دلوقتي. وكده بعد ما غرفت الرز، وكده بعد ما حطيت اللحمه والصلصه، شوف 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 شوف. هبتدي ادوق معاكم بقى. شوف 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 شوف، يا سلام، بسم الله، عظمه. وبصوا بقى اللحمه يا جماعه، بصوا التشويحه اللي انا اديتها في الاول بقت عامله ازاي شكلها. بصوا ده يبقى خالص ازاي. ناخد بقى المعلقه الذهبيه، ربنا مزاج، بسم الله. شويه فته بمزاج. لازم تجربوا الطريقه ديت، فلازم الفته ديت تجربوها بنفس الوصفه. واتمنى لو جربتوها بنفس الوصفه ديت تصوروها لي صوره او فيديو وتبعتوها، وان شاء الله هنزلها في الستوري عندي. وبس كده، ده فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.